السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جايلكم النهاردة بفيديو جديد، هنعمل مع بعض وصفتين حلوين جدا. اول حاجة هنعمل مع بعض المكرونة اللي قلبة السوشيال ميديا، مكرونة الانسجام. عايزه اقول لكم المكرونه دي طالعه ترند وطعمها تحفه جدا، احلى من انك تشتريها من بره وكمان اوفر. تاني حاجه هنعملها مع بعض كفته الحله الواحده. عايزه اقول لكم الكفته دي اسمها كفته الحله لانك مش بتحتاجي تدخليها فرن ولا بتحطيها في سمنه ولا زيت، يعني مش بتحمريها، وطريقتها سهله جدا، مش هتاخد معاكي 10 دقايق. هنا بقى هعمل المكرونة الأول. جبت طاسة ونزلت فيها بنص كوباية من الزيت، وهسيب الزيت دوت علشان يسخن أو يقدح. وكنت محضرة 4 بصلات كبار زي ما انتوا شايفين كده، وبقطعهم شرايح أو جوليان بالطريقة دي، وبفككهم يعني من بعض. أول ما الزيت بقى يبتدي يقدح هروح نازلة بالبصل اللي أنا عملته. هتقولولي كمية البصل كتير؟ لا، كمية البصل مش كتير خالص. جربوا طريقة المكرونة دي، عايزة اقولكوا مش هتبطلوا تعملوها. طريقتها حلوة جدا وطعمها حلو قوي. بعد كده اصلا مش هتشتروا مكرونة جاهزة من بره تاني. نزلنا بالبصل، وكمية البصل دي هتحتاج يعني كيلو من الطماطم، كيلو من عصير الطماطم. هنفضل بقى نقلب كده، وانا عايزة البصلة هنا تاخد لون بني وتبقى مقرمشة، بس مش عايزاها تتحرق منك. اول ما البصلة تبقى بني كده هحطها في حاجة تكون استانلس، علشان انا مش عايزة البصلة تطرى، انا عايزاها تفضل بالقرمشة بتاعتها. في نفس الزيت بقى اللي احنا حمرنا فيه البصل هنزل بمعلقتين من السكر، معلقتين سكر كده متوسطين يعني، وهبتدي اكرملهم في الزيت. ونخلي بالنا انا مش عايزاه يغمق، انا عايزاه بس يدخل على اللون البني زي ما احنا شايفين كده مع بعض. بعد كده اول ما نحس ان هو بقى لونه بني هنكونوا محضرين فصين توم او 4 فصوص توم مدقوقين او ضربهم في الكبة ايا كان، وهننزل بيهم ونبتدي نديهم كده تحميرة بسيطة كده في الزيت. لو وصلتي بقى معايا في الفيديو لحد هنا ما تنسينيش باللايك الحلو والكومنت الحلو، ولو اول مرة تشوفي فيديوهاتي ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي الجرس على كلمة كل علشان يوصلك كل جديد من القناة. هننزل بعد كده ب3 معالق كبار من الصلصة الجاهزة ونقلب كده كويس. وزي ما اتفقنا هنكون محضرين حوالي كيلو من الطماطم ضربينها بقى في الخلاط وهننزل بيهم زي ما احنا شايفين كده مع بعض. طريقة سهلة جدا واوفر بكتير من انك تشتريها من بره. هنا بقى انا كنت مفرزة يعني بضرب الطماطم وبفرزها في الفريزر، فنزلت بيها على طول وهسيبها بقى هي بتفك باقي التجميد بتاعها على النار يعني. تمام كده. في الوقت ده بقى هكون انا حاطه حله على النار بغلي فيها ميه علشان اسلق فيها المكرونه. مكرونه الانسجام بقى بتحتاج نوعين من المكرونه، مكرونه اقلام ومكرونه عقل صغيره او مكرونه زعبلاوي، ايا كان بقى انت عايزه تحطي عقل حطي، عايزه تحطي زعبلاوي حطي. معاها اساسي الاسباجيتي. تمام. هحط بقى ملح وهحط حبه زيت. وعايزه اقول لكم ان في الطريقة دي لازم المكرونة تستوي قوي. اي مكرونة بتعمليها بتحتاجي ان انتي تسويها نص سوا بتقولي، علشان المكرونة بتشرب من الصلصة دي، صلصتها بتبقى تقيلة شوية. نيجي هنا بقى للبصل. مسكته كده وابتديت ان انا بايدي كده اكسره. ممكن تضربيه في الكبة هيتكسر اكتر، ولكن هو مش محتاج، انا لقيت ان هو مش محتاج فبيتكسر يعني، هو مقرمش فبيتكسر بسهولة يعني معايا. شايفين كده بقى عامل ازاي؟ انا عايزاه كده.
هنروح بقى للصلصة واحط عليها ملح واحط عليها فلفل اسمر. ما تكتروش الملح لان سهل جدا تعالجي الاكل العادب، لكن من الصعب ان انتي تعالجي الاكل لما بيكون حادق يعني. هنزل بقى بالبصلة اللي انا كسرتها، يعني هي مقربة على الناعم كده، وهقلب وهسيبها بقى ان هي ايه تتسبك. عايزه اقول لكم ان الصلصه دي بتبقى قوامها تقيل جدا. كده دخلنا بقى ايه في مرحله التسبيك اهو، وبكده خلص معانا الصلصه بتاعتنا. وصفيت المكرونه وابتديت بقى ادي جبت العلب بتاعت الكشري. عايزه اقول لكم انتوا بتشتروا العلبه من بره، لو هتشتري مثلا علبتين انتي تقدري تعملي 10 علب ب8 علبتين من بره. طريقة سهلة جدا، طعمها حلو جدا جدا، مش هتفرقيها عن بره، يمكن احلى كمان. وخفيفة واوفر طبعا بكتير. هنا بقى هحط الصلصة وهعمل جنبيها الكفتة اللي احنا اتفقنا عليها في اول الفيديو. كفتة الحلة الواحدة مش هتاخد معايا وقت. ممكن بقى تعملي جنبيهم سلطة، ممكن تحمري بطاطس، يعني تعملي بطاطس محمرة زي ما تحبي، وهتعملي احلى غدا وسهل جدا ومش هياخد معاكي وقت. شايفين بقى احنا ممكن اصلا نفتح مشروع. عايزه اقولك ان انتي تقدري تفتحي مشروع بس بالمكرونه دي. لو عملتي كده المكرونه دي محل مكرونه وسميتيه مكرونه الانسجام، هيمشي معاكي. تعملي فرع تاني بقى للفروع بتاعت مكرونه الانسجام. ننزل بقى هنا بالكفتة اللي انا عملتها اللي هنعملها مع بعض دلوقتي. دي ربع لحمة مفرومة، وتقدري تضاعفي الكمية زي ما تحبي. هحتاج ربع لحمة مفرومة، وهنا 3 بصلات، ومش هستخدم ال3 بصلات كلهم داخل الكفتة. وهحتاج 3 طماطمات، هنشوف مع بعض هنستخدمهم ازاي. وهحتاج ملح وفلفل اسمر، ومش هحتاج بهارات تانية اكتر من كده. انا بحب في الكفتة دي بالذات يكون يعني طعم اللحمة باين فيها، اللحمة بطعم البصل كده، مش عايزين نكتر في البهارات. احيانا لما بتزودي في البهارات بتضيعي طعم الاكل اللي انتي بتعمليه. فكل حاجة في المعتدل حلو. المهم بشرت بصلتين اللي هما البصلتين الصغيرين، وهحط الملح والفلفل الاسمر، وهبتدي بقى ان انا ايه اقلبهم زي ما احنا شايفين كده مع بعض. يلا بقى نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام عشان ناخد الثواب، عليه افضل الصلاة والسلام. هبتدي بقى، طبعا الموضوع ده محتاج ايدك بقى مش محتاج معلقة. وهبتدي اقلب كده في اللحمة والبصل. انا عايزاهم يتشمعوا من بعض، واللحمة تمسك في بعضها، تعمل زي خيوط كده زي ما احنا شايفين كده. متنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة لو اول مرة تشوفي الفيديوهات بتاعتي عشان يوصلك كل جديد. واللي بيعمل بقى طريقة الكفتة بالطريقة دي يكتبلي، واللي عمل وجرب مكرونة الانسجام او بيعملها بالطريقة دي برضو اكتبولي في الكومنتات، واكتبولي بقى انتوا بتعملوا ايه الطرق اللي عندكم، يعني عايزين نستفاد كلنا من بعض. زي ما احنا شايفين بقى كده خلصنا الكفتة. هسيبها كده وهبتدي اجيب الحلة بتاعتي اللي هسوي فيها الكفتة، وهعمل باقي المكونات. البصلة التالتة اللي هي كانت البصلة الكبيرة هبتدي ان انا اقطعها شرايح او جوليان. طريقة سهلة جدا مش بتاخد معاكي وقت، وطعمها يعني جربوها بجد بجد، مش هتعملوا الكفتة غير بالطريقة دي. وبعدين اصلا صحية، يعني مفيهاش ادام ياما. انتي ممكن اصلا، يعني انا في الطريقة دي انا بحط نص معلقة سمنة، ممكن اصلا ما تحطيش السمنة اللي انا هحطها، هتعمليها برضو هتبقى صحية جدا للناس اللي بتعمل دايت، او حتى ما بتعمليش دايت وبتاكلي اكل صحي، فهو الاكل الصحي مفيد جدا. بعد ما خرطنا البصل بقى نزلت عليه بملح وفلفل اسمر وما كترتش، وببتدي افككه كده من بعض وبقلبه في الملح والفلفل.
هنجيب بقى الطماطم ونقطعها شرايح. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم زي ما احنا كده شايفين مع بعض. عايزه اقول لكم ان انا السكينه اصلا مش حاميه، يعني بارده جدا، وانا ما بحبش استخدم السكاكين الحاميه لان بتعور منها بسهوله يعني. فتلاقيني كده ايه، لازم ليا تقطيعه معينه يعني. بس كده هقلبهم في بعض وهبتدي ان انا اساوي الحله بيهم، بس هخلي البصل هو اللي من تحت والطماطم على الوش زي ما احنا شايفين مع بعض كده. لو وصلتي لحد كده في الفيديو انزلي اكتبيلي في الكومنتات ان انتي وصلتي لحد هنا في الفيديو. نيجي بقى للكفتة اللي احنا عملناها. هبتدي بقى اصبعها الشكل اللي انتي عايزاه. عايزة تعمليها كور اعمليها، عايزة تعمليها صوابع زي ما انا عملتها كده اعمليها. انا ساعات بشكل يعني، مرة اعملها كده ومرة اعملها كده، التغيير مطلوب يعني. وبعدين العين بتاكل، يعني ده المثل اللي بيتقال، العين بتاكل قبل الفم. يعني انتي الاكل لو عجبك وشكله عجبك بيفتح نفسك كده وبتاكلي. هبتدي بقى كده اصبعهم وهحطهم فوق الطماطم والبصل كده زي ما احنا شايفين. موضوع سهل جدا وما اخدش معانا اي وقت. انا صبعت بقى الكفتة كلها معاكم. اي نعم جريت بس مرضتش اقص يعني الحتة دي عشان يبقى كله كده قدامكم واوريكم قد ايه الموضوع سهل ومش بياخد وقت خالص. ممكن بقى تعمليها، مش شرط كمان تعمليها جنب مكرونة، انتي ممكن تعمليها في عزومة جنب فراخ مثلا. لو انتي مثلا عاملة عزومة كبيرة وعايزة حاجة سهلة جنب حاجة صعبة، يعني ميبقاش كل الاكل طريقته صعبة. حبة مية بقى، حوالي نص كوباية مية، وهحطها على النار. نار يعني عالية شوية، واول ما تغلي كده اروح مهدية النار عليها يعني. عايزة اقولكم ان الكفتة مش هتفك خالص، ما تقلقوش. بصوا بقى كده بعد ما المية بتاعتها شربت فيها حبة مية صغيرين، هنزل بحوالي نص معلقة صغيرة من السمنة. وتقدري تستغني عنها، انا بحب احطها سمنة فلاحي، بتدي طعم للاكل وريحة، وبتبقى البصلة كده فيها طعم الكرملة، بتبقى طعمها حلو قوي. هغطي عليها واسيبها تشرب المية خالص، وهنفضيها كده هنقدمها مع بعض. يا رب بقى الفيديو النهاردة يكون عجبكم ويكون كنت خفيفة عليكم، ضيفة خفيفة عليكم. وما تنسوش بقى لو عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناة لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتي. وبس مستنية بقى تعليقاتكم وكومنتاتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.